ابرز هم اللي بيلعبوا في دوريات مش محترمه. خايفين بقى عادي. في دوري، لا، اه دوريات كبيره اه ومتعودين على الجمهور، كل حاجه السيستم موجود. الانديه يعني طبعا حدث ولا حرج، الدوري الانجليزي او الدوري الفرنسي او الالماني او حتى حتى لو الدوري السعودي، الدنماركي. او حتى السعودي اه او يعني، حتى السعودي او صح. حتى السعودي. اه الدوري السعودي يمكن رقم واحد دلوقتي عربيا واسيويا تقريبا يعني. مم. ف مفيش مقارنه ما بين دوري مصر والدوري السعودي يا ما بولا؟ في يعني انت فاكر زمان يا كابتن، طبعا مع احترامي للسعوديه، كنا يعني اللعيب اللي بيكبر شويه بيوصل 34 و35 يفنش هناك. كان يروح يفنش هناك. الناس اشتغلوا على نفسهم وطوروا الملاعب وطوروا التحكيم وطوروا وجابوا مدربين على اعلى مستوى، محترفين على اعلى مستوى، واستادات على اعلى مستوى. واستادات على اعلى مستوى. فالموضوع احنا كان لينا الرياده الافريقيه والعربيه، دلوقتي خلاص يعني. تراجعنا. عايز اقول لحضرتك، انت شفت الوصول لكاس الامم الافريقيه ده المفروض يبقى امر طبيعي جدا. مم. يعني احنا ده العادي. ده العادي. احنا بنتكلم المفروض في المنافسه على كاس الامم الافريقيه. انت بقى تنافس الكاميرون وكوت ديفوار وبعد كده والجزائر والمغرب. يعني هو في برضه في تحديات كبيره جدا للمدير الفني، لان انت كاس العالم اللي جايه في امريكا والمكسيك وكندا 2026، انت حضرتك عارف المنتخبات الافريقيه زادت، بقت 9 منتخبات. انت توصل. المفروض اه الطبيعي انت توصل. ففي نفس الوقت لازم نشيد بالراجل ونقول النهارده الاداء كويس، ونقول المعدل اللي ماشي بيه كويس، ولكن في هدف اكبر بكتير طب وهي. كابتن جود، هسألك سؤال بمنتهى اتفضل. الصراحه. كواليتي اللعيبه المصريه الدوليه، شايف ان انت لو انت بقى انت مكان فيتوريا، عندك تنوع، عندك قماشه حلوه، ولا للحظه ديت لسه احنا كل نظرنا رايح لمحمد صلاح نجم النجوم، يعني والباقي ممكن ما يكونش على مستوى منتخب مصر اللي احنا بنحلم بيه بتاع 2006 و2008 و2010؟ بتكلم على القماشه. لا، دي نقطة مهمة جدا اللي حضرتك اتكلمت فيها دي، وانا كنت هتطرق ليها يعني. انت بتتكلم دلوقتي برضو كواليتي. انا بتكلم على الكواليتي، بس الكواليتي ده برضو بيجي من ايه؟ بيجي من قوة الدوري اللي بيلعب فيه اللاعب. انت عندك مين المميز النهارده؟ هنقول محمد صلاح، هنقول مصطفى محمد، هنقول طارق حامد، هنقول احمد حجازي، عمر مرموش. عمر مرموش، ممكن شويه محمد حمدي. بس شوف الناس دي بتلعب فين، وشوف الدوري ده بيفرز ايه. انت النهارده يمكن احسن فترات انا بشوفها طارق حامد بيلعب بقاله مثلا 12 سنه 13 سنه، احسن فترات بشوفها له الفتره اللي فاتت دي. تحس ان هو اتطور تحس ان هو وعنده اتطور 34 سنه. بالظبط. مم. فاعتقد برضو الدوري المصري لسه مش قادر برضو يطلع لنا انت قصدك لعيب دوري الشركات؟ زي ما حضرتك هتسميه، زي ما حضرتك هتسميه ما سميه. انا قلت كده والله ما وانا انا يمكن قلت عارف ان كلام. حضرتك بتقول كده انا على طول حزين يعني. جدا يعني. حتى بتتكلم حتى على دوري الدرجه الثانيه، قلت لي برضو نفس الكلام يعني، قلت لي الموضوع كله رايح لدوري الشركات. شوف احمد حجازي النهارده حاجه. يعني ما ينفعش بلد فيها 100 مليون بني ادم يا محمد واكتر، ومليانه محافظات جميله اللي احنا اتربينا عليها، انت طالع من السويس ونجوم مصر طالعين من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وفي الاخر الاقي الخرسانات والمقاعد فاضيه. وانت دخلت في حته تانية، انا بتكلم دلوقتي على انا الكواليتي بتكلم بتاع كده، اللاعب. ايوه، ما انا بتكلم في ده. لا، انت حضرتك تتخيل ان الدوري المصري ده ما هو اللي ده ما اللي هو ده اللي حضرتك بيفرز بتشوفه اللاعب الدولي. بالظبط. اه ده اللعيب اللي بيلعب قدام 100,000. انت متخيل ده هيفرز لعيب لا كويس؟ طبعا. ما هي ما هي نفس المنطقه. منافسه ما هي ضعيفه نفس جدا، المنطقه. منافسه. هقول لك على حاجه، مين من اللعيبه ديت لعب قدام 100,000 لا، مثلا 6 7 مرات؟ ما فيش، ما افتكرش بقى. ممكن عبد الله اتنين، لا، عبد الله السعيد واحمد يعني فتحي هتلاقي لعيبه النادي حاليا. الاهلي لا، او برضو لعيبه نادي برضو الزمالك لو في ماتش افريقي برضو ما او ماتش بتوصلش. السنغال اللي انت كنت بتلعب فيه على الصعود. غير كده مع ما كل الاحترام لكل الانديه، يعني لعيب محمد حمدي النجم بيراميدز، ما هو بيلعب مع بيراميدز مظبوط، صح؟ ده كلام مظبوط. ما انا بقول لحضرتك حتى هتلاقي هيروح يلعب مثلا ماتش مع الجزائر هناك. هتلاقي الافت حتى افريقيا. شفت منتخب المغرب بيفوز على البرازيل. على منتخب البرازيل. شوف الناس بتخطط لايه، شوف الناس جابوا منتخب البرازيل. عارف دفعوا كام كابتن احمد عشان منتخب البرازيل يلعبهم؟ دفعوا 4 مليون يورو. ما قالوش لا ده مبلغ كبير او مش مبلغ كبير. وعايز اقول حاجه تانية، اتفضل يا فندم. ومنتخب برازيل رايح يلعب مع رابع العالم. بالظبط. مم. دفعوا اه 4 يعني مليون. بيوافق برضه انه راح يلعب مع مين؟ مع منتخب مغربي رابع بطوله كاس العالم. وبعديها والنهارده تقريبا كان عندهم بيرو، او بكره النهارده منتخب اعتقد بيرو تقريبا هو اللي طلب يلعبهم. فبص وصلوا للتصنيف ايه، بص وصلوا لحلم في كاس العالم. وخلي بالك، واللعيبه اللي احنا نعرفهم اللي بيلعبوا مثلا في الدوري المحلي
زي بن شرقي، يعني ده هنعتبر مثلا بيلعب في موجود. الزمالك مش موجود اصلا. لا لا، في لعيبه موجوده اه برضه يعني يا يحيى كابتن. جبران، يعني قصدي اقول في لعيبه اللي هي لعيبه نجوم بالنسبه لنا، ممكن مش عارفين يدخلوا القائمه الاساسيه لمنتخب المغرب او اكيد التشكيل اكيد الاساسي طبعا من في. قوه السكواد والمحترفين الكتير جدا للمغاربه في اوروبا. فده انذار شديد اللهجه للكره المصريه بصراحه يا كابتن احمد، اللي بتمر باسوا فتراتها يعني. مم. يعني لك ان تتخيل احنا النهارده انا مبسوط، وحضرتك اكيد مبسوط ان طبعا. كسبنا، ولك ان تتخيل ان احنا كسبنا ملاوي، ففرحانين جدا. ناس بتعمل، ناس في حته تانية خالص، زي ما بقول لحضرتك اقربهم منتخب المغرب اللي مم. جاب منتخب البرازيل. مم. ف لازم انا شفت منتخب الجابون بتفرج عليهم مع مع السودان. السودان. السودان كسبت امبارح امم الجابون، نبارك لهم. الجابون فرقه مخيفه، يعني فرقه صعبه جدا، معدلات السرعه والقوه، مع انها اتغلبت من السودان. اغلبهم بس هتلاقيهم لما انت برضو تيجي محترفين يا كابتن احمد، انا فهي دي برافو عليك النقطه. كابتن. هي دي النقطه. اللي في فرنسا واللي في بلجيكا بالظبط، واللي في لازم البرتغال. تفرز لعيب كويس جدا، طبعا. لازم نظام غذائي انجولا. وتمرين آه. وموضوع قصه موضوع تانيه مختلف. خالص.